السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنعمل أشهر مكرونة في مصر وهي مكرونة الانسجام، وهنعرف سر الصلصة المميزة بتاعتهم بطريقة اقتصادية وموفرة. ولو لسه مجربتوش مكرونة الانسجام جربوها بإذن الله هتدعولي. وأهم حاجة متنسوش تحطوا اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد اللي احنا بنقدمه. وما تنسيش تعملي جولة في القناة بإذن الله هتعجبك. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة هنجيب حلة على النار كده، وهنحط فيها مية سخنة عشان نسلق المكرونة، وهنحط معلقتين زيت كبار ومعلقة ملح، وهننزل المكرونة أي مكرونة انت بتحبيها. يعني أنا استخدمت مكرونة سباكيتي والمكرونة الهلالية. أي مكرونة متوفرة عندك مش شرط سباكيتي خالص استخدميها. وهنسيبها كده تتسلق على النار لغاية لما تستوي خالص. مش عايزة فيها عضة ولا انها تكون متماسكة، لا انا عايزاها تكون مستوية جدا. وبعد ما استوت معايا زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ اصفيها واغسلها بمية ساقعة. وهجهز كده بصلتين كبار، وهجيب قطعة البطاطس اللي بتعمل بيها جيبسي، دي اسهل حاجة ممكن نقطع بيها، او اللي هي البصلة او الورد بتاع الكشري، احسن من السكينة. واللي هيقول لي انت البصل غالي والكلام ده، انا ما استخدمتش غير بصلتين بس في الفيديو. يعني انا كنت استخدمه بصله واحده بس انا زودت شويه عشان خاطر احنا بنحب البصل المتحمر او الورد بتاع الكشري، يعني بنحبه قوي. فهنزود كده فوق المكرونه لما تستوي. بس انت ممكن تستخدمها هي واحده بس. شايفين اسهل حاجه تقطعي بيها البصل؟ قطعت الشيبسي دي، يعني في دقيقه تكوني عملتي كميه كبيره. واحط عليها كده معلقتين نشا كبار عشان يتحمر معايا بسرعة ويطلع مقرمش معايا اطول فترة ممكنة. النشا خالص بيخليه مقرمش. حطيت معلقتين كبار كده. بس ما تسيبهوش شوية، لا انا يكون مثلا الطاسة سخنة واحط النشا مباشرة عشان ما يعجنش معايا. وسخنت الزيت كده. حمرت فيه البصل كده، بصوا اتحمر معايا بسرعة جدا عشان خاطر النشا اللي انا حطاه. ولو كنت عايزة تفاصيل الكشري كاملة، الكشري المصري هحطهولك بإذن الله في صندوق الوصف طريقته. شايفين طالع معايا محمر ازاي ومقرمش ازاي؟ وطلعته كده على منديل عشان خاطر يشرب الزيت الزيادة. وقلت باقي الكمية. اول ما تحطيه في الزيت السخن على طول بيتحمر خالص معايا، ما بيقعدش خالص ويعني لو حطيتي مع الدقيق، انا جربت الدقيق قبل كده عجن معايا البصل. فالنشا حلو قوي. بس كده هطلع البصل اللي انا حمرته في الزيت. طبعا كمية الزيت كتير عشان خاطر ان انا هستخدمها في الكشري، لا انا خدت شوية يعني بولة منه كده،
عشان خاطر الزيت كده كتير قوي. بس حطيت معلقتين سكر كبيرة كده، وخليت السكر يعني يكرمل معايا او يتحول لونه بني. وبعد ما تحول لونه بني حطيت معلقة توم كبيرة مفرومة. تصفر كده معلقة التوم، يعني مش تتحمر، لا تصفر كده شوية. وهنزل بقى بمعلقتين صلصة كبار، اللي هي صلصة العلب، واقلبهم كده في التومة والسكر والزيت. متخيلوش الريحة دلوقتي عاملة ايه؟ بس وكنت عصر 5 طماطميات كده في الخلاط ومصفياهم، ونزلت بيهم. وحطيت كده مكعب مرق دي زيادة من عندي عشان خاطر بيطعم ريحة الصلصة، بيخلي طعمها أحلى. بس لو عايزة تستغنى عنه مفيش مشكلة. وحطيت نص معلقة كبيرة فلفل أسود، ورشة كمون، ومعلقة كبيرة بابريكا. بوريكم ان البصل عامل ازاي حلو ازاي ومقرمش ازاي، الناس اللي بتفشل معاها موضوع ان يطلع البصل او الورد بتاع الكشري محمص كده، لا ده بكل سهولة ممكن نعمله، وبكميات كبيرة كمان. بس خدت شوية من البصل اللي انا حمرته، وحطيته كده في الصلصة اللي انا عاملاها. كسرته كده بايدي شوية عشان خاطر يتسبك مع الصلصة. وظبطوا الملح زي ما انتوا ظبطوا الملح زي ما انتوا عايزين كده. بعد ما صفيت المكرونة كده حطيتها في الحلة تاني، ومن الزيت اللي انا عيناه على جنب او شايلاه على جنب، خدت معلقة كده وشوحت فيها المكرونة. بس مش مولعة البوتاجاز ولا حاجة، لا انا بس بحاول احركها كده وفلفلها شوية. بس كده خلصت معايا، وبدأت ابص على الصلصة اتسبكت معايا، وزي ما انتوا شايفين اتسبكت خالص معايا، وبدأت تبقبق كده. وده يا جماعة هو ده سر الصلصة بتاعت انسجام مكرونة انسجام، بكل سهولة عملناها مع بعض. بدأت أغرف بقى كده، حطيت المكرونة سباكيتي الأول. مكلفتنيش أي حاجة، الطماطم عندي، المكرونة عندي، يعني لو رحت اشتريتيها من بره تعدي ال25 جنيه أو أكتر كمان. احنا عملناها بكل سهولة بكيلو مكرونة واحد وشوية طماطم، 5 طماطميات تقريبا. بس ووفرنا كده، وزي ما قلت لكم بطريقة اقتصادية. شايفين الصلصة عاملة ازاي؟ يعني ممكن توكلي العيلة بتاعتك كلها بكيلو مكرونة زي اللي احنا عملناه ده. وحطيت كده شوية ديكوريشن كده او تزيين بالبصل الزيادة. زي ما انتم شايفين طعمها تجنن وشكلها، يعني الصورة بتتكلم عن نفسها. وما تنسيش تحط اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلي زر الجرس. وشكرا جدا على تعليقاتكم الجميلة، بجد احلى اخوات في الدنيا. وبجد بتدعموني، يعني بتخلوني يعني الواحد يقوم ويكمل ويصور تاني، وبإذن الله مفيش وصفة انتوا محتاجينها لما هعملها على طول. مع السلامة.